السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي، أحلى متابعين في الدنيا، كل سنة وانتم طيبين وكل سنة وحبايبكم بخير يا رب العالمين. النهاردة بقى هنجرب كيس البسبوسة الجاهز ده. أنا أول مرة أجيب النوع ده أو أجيب بسبوسة جاهزة وتتعمل جاية في أكياس كده، وهنجربه مع بعض والنتيجة هتكون قدامنا، وهقول لكم رأيي بصراحة للناس اللي حابة تشتريه أو تجربه بس خايفة من النتيجة. احنا هنجربه مع بعض والنتيجة هتكون قدامكم، وهقول لكم رأيي بكل صراحة. يلا بينا نعمل البسبوسة بتاعتنا. نسمي الله وما ننساش نحط اللايك يا حبايبي، ولو انتوا اول مره تشوفوا فيديو من فيديوهاتي تنزلوا تشتركوا في القناه عشان تنضموا لاحلى عيله في الدنيا. اول حاجه بقى انا هنا جبت كيس بسبوسه واحد، قلت اجربه، قلت لو طلع حلو والنتيجه عجبتني والبسبوسه طلعت كويسه وعجباني هجيبه منه على طول، وبيكون احسن. هو كيس كده جاهز بيتعمل سريع، وكل المكونات اللي احنا بنحطها في البسبوسه لما بنيجي نعملها مكتوب عليه. يعني الكيس ده جاهز في كل حاجه على التحضير على طول. انا هنا بقى سميت بالله وبدات بقى امشي على الخطوات اللي على الكيس. مكتوب على الكيس 3 معالق سمنه او زبده وواحده زبادي، كوب زبادي من اللي احنا بنجيبه، او 5 معالق زبادي او 4، كان مكتوب كده. وهنا جبت حبة مية صغيرين في الكوباية اللي كانت فيها الزبادي العلبة، علشان مكتوب لو محتاجة مية احط لها معلقتين مية بالعدد لو احتاجت. بس هنا فتحت الكيس، بيتفتح بسهولة زي الكيس الشيبس كده. هو الكيس عبارة عن نص كيلو، وريحته حلوة قوي. ريحته كانت جوز هندي كده مطحون. هنا انا كنت عماله ادور على الوزن بتاعه بس ما لقيتهوش للاسف، مش لاقيه الوزن، مش مكتوب عليه، او ممكن ضيع كده في الكلام. بس انا حسبتها يعني بالمقدار كده بالوايه، نص كيلو. هنا جبت بقى السمنه، ما سيحتهاش قوي، 3 معالق كده، 3 معالق سمنه ومعاهم نص معلقه سمنه بلدي او زبده زي ما تحبي. تمام. وحطيت الكيس في قلب الطبق او البول اللي احنا هنعمل فيها. وقالوا لي مكتوب على الكيس برضو، قالوا لي بس السمنه كده في قلب الخليط بتاعنا او البودره بتاعتنا او البسبوسه اللي هي الجاهزه اللي في الكيس. وهنا بقى انا فضيت المعلقه ونزلت السمنه اللي على المعلقه خالص، وهبسها كده بايدي، استعملت ايدي، يعني احنا اللي هناكل الاكل ده وايدي نضيفه. فقعدت ابس بقى السمنه علشان ال الوصفه تطلع معانا حلوه زي ما بيقولوا. انا ماشيه بالخطوات بالظبط. هنا بقى انا كنت خلصت بس، ودخلت السمنه في قلب بودره البسبوسه بتاعنا، والخليط كله بقى مليان سمنه، ونزلت بالكوب الزبادي بتاعنا او 5 معالق زبادي زي ما مكتوب على الكيس من بره. وقعدت اقلب فيه كده لحد لما الزبادي اختفت، وهيبان كده هنا معانا شويه زبادي فيهم. وحسيت الخليط برضو مش اللي هو يعني عجينة بسبوسة، لا مفرفت كده. نزلت ده المية دي معلقة واحدة مية، نزلت بشوية شوية لحد لما الخليط ماسك معايا كده. ما نخلوهوش، خليه مرمل كده شوية علشان البسبوسة تطلع مرملة وحلوة زي كده يا بسبوسة. ومش هحط المية اللي في قلب البتاع كلها في قلب العلبة. وهنا خلصت عجن، ما نعجنهاش كتير علشان ما تفكش معانا، تخليها مرملة كده. وجبت اصغر صينية، اصغر مقاس صينية عندي في الصواني اللي هي حرفها مش عالي زي بتاع البسبوسة او بتاع البيتزا، علشان تكون مقاسها. هم قالوا لي حطيها، مكتوب على الكيس حطيها في صينية 25 مقاس 25. انا مش عارفة الصينية دي مكتوب عليها كام، يعني مش مكتوب عليها فمش واخدة بالي. جبتها ودهنتها سمنة كويس، وهنزل بالخليط. شفت الخليط ماسك نفسه، البولة مش معكوكة، شوفوا كويس هي كده. يعني احنا كده ماشيين بالظبط. حتى الاسباتولا مش لازق فيها، بعملها كده فهي اللي في قلبها نضفتها خالص، مش لازق فيها عجين. والعجينه كده باين عليها ناجحه، باين عليها. سويتها بسوى الصينيه وخليتها سوى واحد مش مكلكعه. هنا بقى اي مكسرات عايزه تحطي عليها، سوداني عايزه تحط عليها مكسرات، عين جمل، فستق، بندق. انا كان عندي هنا لوز، وقشرته وقسمته نصين. الكميه اللي كانت عندي كانت قليله،
فهسوي كده الاحرف، مش هخليها عالية، كانت عالية كده شوية فهنيمها، هخليها عشان ما تتحرقش. هي كان طلع فيه كده حروف في الجنب، نزلتها عشان ما تتحرقش، تكون رفيعة كده. وهرص بقى بالشكل ده. فهي الكمية اللي معايا دي مش هتقضي الصينية كلها، فهعمل ايه نص ونص، نص كده مرصوص ونص التاني هطحنه. الحبة الاخرى هطحنها وهحطها برضو ايه في النص كده، زي ايه الرسمة اللي مرسومة على الكيس بالشكل ده. نص معمول مرصوص، المقصص مرصوصة، والنص التاني مغروشة او مطحونة بالشكل ده. وهعمل بالمعلقة او بالاسباتولا، انزلها كده، اضغط عليها كويس علشان ما تتفكش معانا واحنا بنخرطها. او لو حبيتي تطلعها من الصينيه تزينيها، او هي كده متزينه، لو حبيتي تطلعها من الصينيه تحطيها في طبق تاني او طبق تقديم، ما تفكش منك المكسرات تقع منك. هي كده مضمونه ولازقه في قلب العجينه بتاعتنا. السوا بتاعها بقى في الرف الاخير على نار متوسطة، وناخد بالنا منها كويس عشان ما تتلسعش مننا من تحت. وهي الوش مش هيتحمر لوحده، لازم نحطه تحت الشواية تاخد لون الوش، وناخد بالنا علشان ما تتحرقش. وهنا كانت سخنة مولعة، ونزلنا عليها بالشربات البارد، كنا عاملينه قبل ما نبدأ في الوصفة بتاعتنا، وسيبناه يبرد. الشربات عبارة عن كوبايتين سكر وكوباية ونص مية وعصرة ليمونة ورشة فانيليا وبس كده. ننزل بقى وهو بارد كده على البسبوسة بتاعتنا وهي سخنة. تعمل لازم نسمع صوت التش دي علشان ايه، ونهزها كده وهنسيبها شوية. هنلاقي البسبوسة شربت الشربات كله من غير ما نهزها ولا نتحايل عليها، هي هتتشرب لوحدها. من نجاح البسبوسة نعرف اللي هي نجحت ازاي، او العجينة بتاعتنا ناجحة انها تشرب الشربات بتاعها ما يعمش من الوش كده. وهنا كنت بقطع لكم بقى قطعة كده وبوريكم قد ايه اللي هي طلعت جميلة اوي وناعمة كده وهي حلوة وطعمها حلو، اكننا شارينا من بره. بجد كانت حلوة، والسمك بتاعها حلو مش عالية، وعاملة زي الكيكة، لا جميلة وطرية خالص. طرية اللي هي شربت الشربات بتاعها، وانها مرملة في نفس الوقت، وبتتقطع بسهوله. جميله قوي وكانت حلوه، والتجربه كانت حلوه معايا، وهجيب منها على طول. وسهل اللي هي ايه تتعمل جاهزه، وما بتاخدش مكونات. والكيس كان ب20 جنيه وما بتاخدش حاجه، يعني كوبايه سمنه وكوبايه زبادي. يعني ممكن نعملها في اي وقت وفي اي يوم، في رمضان وفي العيد، في اي وقت. وجالنا ضيوف فجأة نجيب الكيس ونعمله. وكانت طرية وجميلة وطعمها حلو، والمكسرات كانت جميلة معاه، ومع اللي هي القيمة الغذائية بتاعتها، المكسرات مغذية جدا. وحاجة بسيطة كده وشيك في نفس الوقت، وبألف هنا على اللي أكلوها. الصينية ما شاء الله يعني اتاكلت في يومها. بس كده يا حبايبي، وخلص معانا الفيديو لحد هنا. ولو عجبكم اضغطوا لايك بقى علشان الفيديو يوصل للكل ويستفاد زي ما انت استفدتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، واشوفكم في فيديو جديد على خير.